عام وانتم بخير. متعارف عليه انه قدوم هذا الشهر الفضيل مرتبط برؤية الهلال، ظهور الهلال، التماس الهلال. يعني ما في داعي نتناقش ونتخانق وبعده ما حدا شافه للهلال، وما بالكم اذا هو مو هلال عادي، هو هلال احمر. في ناس مقضيتها مطالبة للفصائل ومنظمة التحرير انه تتدخل وتاخذ دورها التاريخي وتشوف شؤون الفلسطينيين. شو خيك نحن معاشر؟ يعني في أفغان الآن بمخيم اليرموك مثلا، يعني في أفغان الآن بمخيم اليرموك مثلا، يعني في أفغان الآن بمخيم اليرموك مثلا. منيحة، بتجيبوا لحالكم الحكي. منيحة البهدلة. أين البلدية؟ أين البلدية؟ الجنب الخامس، هون الجنب الخامس. هو في بس ما كثير. أين الخامس؟ أين الخامس؟ لا معقول خيي جاي حالك؟ يعني ما معك حدا يدلك على الطريق؟ خريطة، جوجل ايرث. في ناس مستغربة ليش عم نتعامل بهالقسوة على الحاجز؟ يعني احنا شو دخلنا؟ شو عملنا؟ شو لنا علاقة يا أخي؟ شو خيك نحن معاشر؟ أنت اللي عم تحتضنوا المسلحين. مسلح؟ ليش الكذب؟ الاحتضان؟ لا مو التليفونات اللي عم تجيكم من قرايبينكم واصحابكم وجيرانكم يلي برا المخيم، بعرف انها عم بتوتركم وعم بترعبكم اكثر من القعده بالمخيم بحد ذاتها. الو لك اخي، معك تهاني اختها لجارتكم ام زياد، عرفتني؟ اهلين جارتنا، تعالي. اخي كيف قاعدين انتو بالمخيم لساتكم؟ قاعدين والله هيك عادي. لك شو قاعدين عادي؟ اخي بكره الصبح اكيد فايت الجيش ومعه تعزيزات وناقلات جند، انا متاكده من الخبر. ها انه بدي اعرف تهاني منين بتجيب معلوماتها، انه شلون يعني اخبار وتحركات الجيش عندها. والله مو قليله تهاني، فظيعه. بس انا لقيت لها الاشاعه المضاده. الو يا معلم، شو هيك انت بعد اخوان بالمزه؟ شو عم تعمل؟ روح اطلع، الحر صار عندكم. ايه تعال اطلع على الحجر، عسبانة على الامان. شو ما عندك هنيك يا زلمه؟ مو معقول نحكي عن المخيم اليوم وما نمرق على الكهرباء. يا جماعه الكهرباء ما انقطعت. هذا تحدي بين شركه الكهرباء وكهربجيه المخيم، بينهم وبين بالاحرى اللي بيلعبوا بالكهرباء. ايه بيلعبوا بالكهرباء ومسمين حالهم كهربجيه. لا شو يا سيدي، المتواضع منهم اللي بيقدم حاله انه كهربجي فقط. حبيبي انا 5 سنين طوارئ الكهرباء، خيالي كنت مستلم الكهرباء كل يوم بالمخيم. انا اللي كنت اطلع فوق على الرافع صلح باليرموك. عم تعرفني؟ انا مو عارف كيف لهلا مو عاملين نقابه، يعني عدد ضخم من الكهربجيه بالمخيم. انتم لازمكم شيء نادي، مثلا نادي عمال الكهرباء. شو اتعاد؟ يا سيدي سامعين لك يا والله 10 امبير يا ظالم. يا هون بيشغلوا المخيم هذول. هي الفرق. والله انا ترجع من اختك. انا بقول لك مثلا ببتسم لك هيك، عارف ان شاء الله. عايز تفكرني؟ مش عم تعرف شو انت. هذا هو سلوك